السلام عليكم، مرحبا، كيف الجميع؟ طبعا هذا أول فيديو بينزل على قناتي باسم عبد العزيز خليل، والكل أكيد عم يتساءل شو صار بقناتي القديمة. في منكم بيقول إنه أنا بعتها. لا يا ناس، أنا ما بعتها، والله العظيم ما بعتها وانسرقت، وهلا رح أحكي لكم كيف انسرقت. بداية رح أقول لكم كيف انسرقت قناتي. طبعا الكل بيعرف الموضوع اللي صار بيني وبين المعلم التركي، هو من قلة الثقة مشان المصاري. وطبعا كان باين له معي مصاري وكنت بدي اعطيها، بس هو ما مصدق شغاد كان بيطلع له. فجاب لي انسان، يعني فينا نقول طرف ثالث، طلب مني كلمة السر مشان اعطيها. طبعا اعطيته اياها، وما بلاقيكم بعد نص ساعة بشوف اني انزتيت او انشلفت برا الايميل، وانسحب مني التيك توك واليوتيوب. وبعد مرور نص ساعة بالضبط انمسحت كل فيديوهات التيك توك اللي تعبت عليها من تشهر بلياليها وبتفكير. والكل بيعرف مقاطع التيك توك شغد متعبات، وافكار شغد متعذب عليهم، ومونتاج شغد بيعذب. طبعا هالفيديوهات كلها انمسحت بنص ساعة. وبعدين شفت انه كاتب على اليوتيوب انه اشترى مني القناة. طبعا يا اصدقائي، انا هالقناة ما بعتها، والله العظيم ما بعتها. هالشخص سرق مني. خليني اوضح لهم انا بسرعه، لانه انت عم تحكي بهدوء بجوز العالم يعني إيه؟ ما توصل الفكره. باختصار شديد، الواسطه طلب من عزيز يفوت لجوا الايميل، يفوت على ادسنس ويعرف شو بيطلع له بالسنت بالقرش. فقال له هي بخليك تشوف. قال له لا، في طرف ثالث هو مهندس بيفهم بامور اليوتيوب، اعطيني الايميل وكلمه السر مشان نعطيه لهذا الطرف الثالث اللي هو مهندس. اول شيء رفض، وانا قلت له لا تعطي، هي بوجهه والله اقسم بالله، قلت له دير بالك تعطي. المهم راح اعطاه الايميل وكلمه السر لمين؟ للأوسطة. الأوسطة راح اعطاها لمين؟ للمهندس او للطرف الثالث. خلال نص ساعه كان مسجل له خروج واخذ القناه يعني بالمشرمح سرقها. طبعا الأوسطة عزيز يفكر انه الأوسطة هذا صديقه. لما سأله مين هذا الزلمه، قال له هذا تعرفت عليه عن طريق الانترنت. طلع الزلمه غريب. وين ساكن يا عزيز؟ ساكن بكونيا. تخيلوا يعني. فانا هلا يعني بعتبر انه سواء عزيز او الأوسطة، مع احترامي للاثنين، هن تصرفوا تصرف في غشم يعني فظيع. يعني هي وحده. وهلا خسر القناه تماما. حسن ياخذ التيك توك منه ويمسح له كل مقاطعه يا حرام كلها. بس عزيز شو عملت لحتى رجعت التيك توك؟ مشان ارجع التيك توك طبعا فتت، لقيت نسى رقمي مسجل بالحساب. فتت فوريا، حسنت اطالع حسابه منه، ورجعت سحبت التيك توك. بس طبعا ساحب مصاري اللي جوا التيك توك كان في مبلغ بسيط من المصاري كمان ساحبهم. هو مبلغ كان مو بسيط، شوي 200 دولار سحبهم، وشفت الحساب ممسوح كل فيديوهاتي. المهم التيك توك رجع لعزيز. هلا ان شاء الله راح يحط صورته ويحكي هيك كلمتين على التيك توك. واليوتيوب ضلوا المقاطع، ولكن انسرقت القناه. هلا شو الافندي عم بيفاوضه، بيقول له اعطيني ايميل التيك توك برجع لك القناه، مشان بركي انه كمان يسرق التيك توك. شوف يعني ما اوقحه هالزلمه هذا. حاليا هذا المقطع الوحيد والاول في قناه عزيز خليل الرسميه الجديده. ماشي، هي قناته الرسميه الجديده. كل شيء قديم، كل المقاطع هو والأوسطة لهداك الزلمه الحرامي اللي سرق الايميل وكلمه السر. انا بتمنى تلغوا الاشتراك من عنده وتدعموا عبد العزيز من اول وجديد، لانه هو منهار. يعني لو ما انا وبيزن هلا جنبه شوي موقفين جنبه، الزلمه وضعه سيء. هو كان متامل بهاليومين انه ان شاء الله لا بترجع. عندي صديقي راح يرجعها، للاسف ما حسنوا. فهلا هي القناه هي القناه الوحيده، وان شاء الله راح يبلش من الصفر. قد ما فينا نساعد وما راح نقصر. بس شو بدك تحكي شيء قول. يا جماعة بدي أضيف شيء أخير. أنا مستحيل كان يعطي الشفرة أو بالإيميل لأنه المعلم التركي من قبل طلب مني كتير هي الشفرة وما أعطيت. بس طبعا بعد ما شفت صار في شكوك، وأنا من حسن نيتي أعطيت الشفرة. بس كان من المستحيل إني أعطي. بس مرة وأعطيت مشان بس ألغي هالشكوك وما يقول إني أكل حقي، لأنه مستحيل إني أرضى يجي إنسان يقول لي بوجهي إنك أنت أكل حقي أو كنت عم تاكل حقي. بس الله هو بيعرفني ماني أكل حقه، بس راح من إيدي كل شيء.
عن حسن النية طبعا، وطبعا كله من حسن نيتي وشوية غشمنة يا عزيز، ما تزعل. حسن نية وطيبة كثير عزيز، كثير طيب، بس يعني هي أنا بعتبرها غشمنة، ما تزعل، نحكي طبيعي يعني. هلا احكي يا أبو يزن. ما عندي حكي كثير، أنا عندي حكي بس اللي كل شخص بيحبني أنا وبيزن وبيحب أستاذ وسيم جانم، يعني نحن هلا بدنا ندعمه لأنه عزيز إنسان طيب ومبدع، يعني بيعمل شيء حلو وكوميدي، فنحن لازم نوقف جنبه كلاتنا. لكل واحد عم يشوف هذا الفيديو يحاول يشاركه مع الأصدقاء، خلوا يشتركوا، وهذيك القناة قديمة. لا ويرجعوا يشتركوا بهي القناة، بدنا يشتركوا بهي القناة مشان نبلش بقى يشتغل ويبلش بقى، لأنه مع احترامي لو رجعت هذيك القناة يعني صار في داخله، حتى أنا اللي مالي علاقة في قهر بداخلي، لأنه أكيد موضوع احتيال يعني. بكل برادة أعصاب بيقول له بعت لي التيك توك، ببعت لك اليوتيوب مشان يرد يسرق التيك توك، وقال لك على اللايك، والله اقسم بالله قال له كمان اللايك. الزلمه حاطط عينه على كل شيء بيملكه، فكر انه مع احترامي انه بسيط، ما بدنا نقول غير كلمه، قال سهل انه ناخذ منه. انا بالنسبه لي بتمنى من كل شخص ال 200,000 اللي عم بيتابعوني بقناتي، اللي بيحب عزيز وبيعرفه واللي ما بيعرفه يتعرف عليه ويدعمه ويشترك بقناته، بركي شوي يحصل يعني الشروط تبع القناه فوق ال 1000 مشترك. احنا طمعانين نكون بيوم يومين فوق ال 20,000 مشترك حتى، مو 1000. وانا بتمنى منكم شغله هي لازم كان اذكرها بالبدايه، ضحك سنه هيك انبسط شوي. بتمنى انه هذا الحكي تتابعوه كله مشان عدد ساعات المشاهده انه تنحسب للعزيز في قناته الجديده، لانه اذا كريته وقربتوه بصراحه ما بتنحسب. فلو انه ما عندك وقت وما حابب تسمع، لو توطي الصوت وتحط الموبايل على طرف وتترك المقطع شغال، بيكون انت فضلت يعني، بيكون خدمته العزيز. اكيد ابو حمزه رح يسمعونا، اكيد بيحبونا، في لنا محبين كثير لنا لك للعزيز. والله في ناس حكوا معي اقسم بالله يعني من مقهورين من كل عقلهم، عاديين متابعين عاديين، ناس بتحب من قلبها، مع انه في اصدقاء مقربين لعزيز، مقربين مني، مقربين من ابو يزن، بجوز طنشوا يعني سمعوا ايه الله يعوضك وخالصين يعني، او في عالم شكلت الامور اني لا هذا الشيء لا اقسم بالله. شوف بس بحكي شغله عني انا، لا يمكن اعمل هيك شغلات كذب، هي احفظوها، ولا بسمح له يعملها كذب، لانه قلت لكم من قبل قال لي شو رايك نعمل مال، قلت له دير بالك الناس بتكرهك. الموضوع صحيح، الموضوع انه راحت القناه ان شاء الله يرجعها، مع انه انا ما بقى فرقه معي، وبحشي له براسه انه خلص انسى، هي قناته الجديده، بتمنى تدعموه، بتمنى كل واحد بيحبه او بيحبنا يشترك بهي القناه الجديده، بلكي ان شاء الله يرجع يكمل من اول وجديد. وان شاء الله كمان يعني رح تشوفوا كمان سكتشات حلوه مع بعضنا، وابو حمزه هون وسيم جان استاذ وسيم كمان حيصوروا كثير افلام حلوه ان شاء الله، وفي مشاريع حلوه غير يعني. بدك تقول شيء؟ حاسس في لمعه فرح بعيون عزيز لاول مره. ها لا اكيد الحياه ما بتقف يعني، الانسان ما بينكسر من اول مره، اعوذ بالله. كل انسان لما يسمعه مشكله بس الانسان لازم يكمل، استعوذ بالله. انا في بقلبي احساس انه هذا الشيء اللي صار كان ربي كاتبه انه يصير معي، وان شاء الله راح كمل وما راح وقف، ومن احسن لاحسن، وانا حاسس ربي راح يوقف معي وراح نكمل هالطريق وراح نكمله للاخير. ورب العالمين اسمه الضار النافع. حط ببالك ويحطوا بباله للشباب المشاهدين انه رب العالمين باي شيء بالحياه، ما بس مشان القناه، باي شيء بالحياه ما بيضرك الا لينفعك. لما بيوقعك بمشكله او مصيبه صدقني لينفعك مستقبلا. ثقتنا بالله كبيره، وانت شد حيلك يا عزيز وما تبكي قدام المشاهدين مشان يشتركوا. دير بالك، خليك رجال ولا تضحك. ايوه شوف تزعلات. ايه هلا شوف تفرحات لو تزعلات لسه؟ لا شوف تفرحات. ايه على راسي. سلم عليهم خالصين بزم. انتبهوا على حالكم والسلام عليكم.